اهو يا بنات، دي المشتريات اللي انا جبتها. يعني كلها على بعض في حدود 250 جنيه. طبعا الاسعار الله المستعان، فاحنا بنجيب الحاجة الاساسية اللي البيت محتاجها، ما نقدرش نستغنى عنها عشان ندبر يعني ونقتصد، انتوا عارفين. تعالوا بقى، اول حاجة انا كنت محتاجة بهارات، فانا جبت البهارات اللي هي الكزبرة ناشفة. جبتها كده حصى عشان انا بطحنها في البيت. دول ب20. والكمون ده برضو ب20. وفلفل اسود الحبة دول ب20. الكمون انت عارفين الكمون الكيلو ب450 جنيه، يعني سعر الكمون يعني اول مرة يوصل للسعر ده، يعني صعب جدا. فالحبة اللي انتم شايفينهم دول ب20 جنيه. وجبت قرفة مطحونة، دول ب10 جنيه. وبابريكا ب10 جنيه. و دي خلطة بهارات او البهارات السبعة ب10 برضو. ودي زنجبيل مطحون ب10 جنيه. يبقى دي كده البهارات معايا. كمان جبت كيلو مكرونة مش سايبة دي ب30 جنيه، بتوفر بصراحة. وكيلو دقيق ده ب28 جنيه. وده نص كيلو نشا ب20 جنيه. وحبة الزبيب دول ب10 جنيه يا بنات. وطبعا جبت بقى كيس كريم شانتيه ده، وفانيليا وبيكنج باودر وازازه الزيت. يبقى دي المشتريات بتاعتي اللي انا جبتها، يعني دي من الحاجات الاساسيه طبعا. وانا بشوف الحاجه اللي ناقصاني وبجيبها اول باول، علشان يعني ما يكونش البيت فاضي واجي مثلا اجيب حاجه بمبلغ احس فعلا بالفرق. فلو اي حاجه ناقصه البيت تحاولوا كده تجيبوا يعني اول باول الحاجه اللي ناقصاكم. وكل سنه وانتم طيبين. مشركي الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات
تعالوا كده اوريكم المشتريات اللي انا جبتها من العطاره. يعني دي مشتريات كده ايه يعني اساسيات يعني، او حاجات مثلا البيت ناقصها، فانا هوريكم المشتريات. تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه من شويه مشتريات كده. يعني احنا طبعا عارفين الاسعار، فانا جبت شويه حاجات. طبعا بنجيب الحاجات الاساسيه اللي احنا محتاجينها في بيتنا وما نقدرش نستغنى عنها، وفي نفس الوقت ما بنيجي نشتري بنقتصد وبندبر كده علشان نجيب الحاجه اللي احنا محتاجينها، ويعني البيت ما يكونش فيه حاجه ناقصاه. تعالوا بقى عشان اقول لكم على الاسعار. الاول انا جبت المكرونه دي المكرونه اللي هي السايبه يا بنات. ده كيلو، الكيلو ده عامل 30 جنيه. وكمان طب استنوا انا هفضي الحاجه كلها واقول لكم على الاسعار واحده واحده. اهو يا بنات دي المشتريات اللي انا جبتها، يعني كلها على بعض في حدود 250 جنيه. طبعا الاسعار الله المستعان، فاحنا بنجيب الحاجه الاساسيه اللي البيت محتاجها، ما نقدرش نستغنى عنها عشان ندبر يعني ونقتصد، انتوا عارفين. تعالوا بقى اول حاجه انا كنت محتاجه بهارات، فانا جبت البهارات اللي هي الكزبره ناشفه، جبتها كده حصى عشان انا بطحنها في البيت. دول ب20، والكمون ده برضو ب20، وفلفل اسود الحبه دول ب20. الكمون انت عارفين الكمون الكيلو ب450 جنيه، يعني سعر الكمون يعني اول مره يوصل للسعر ده، يعني صعب جدا. فالحبه اللي انتم شايفينهم دول ب20 جنيه. وجبت قرفه مطحونه دول ب10 جنيه، وبابريكا ب10 جنيه، و دي خلطة بهارات او البهارات السبعة ب10 برضو، ودي زنجبيل مطحون ب10 جنيه. يبقى دي كده البهارات معايا. كمان جبت كيلو مكرونة من السايبة دي ب30 جنيه، بتوفر بصراحة. وكيلو دقيق ده ب28 جنيه، وده نص كيلو نشا ب20 جنيه، وحبة الزبيب دول ب10 جنيه يا بنات. وطبعا جبت بقى كيس كريم شانتيه ده، وفانيليا وبيكنج باودر وازازه الزيت. يبقى دي المشتريات بتاعتي اللي انا جبتها، يعني دي من الحاجات الاساسيه طبعا. وانا بشوف الحاجه اللي ناقصاني وبجيبها اول باول علشان يعني ما يكونش البيت فاضي، واجي مثلا اجيب حاجه بمبلغ احس فعلا بالفرق. فلو اي حاجه ناقصه البيت تحاولوا كده تجيبوا يعني اول باول الحاجه اللي ناقصاكم. وكل سنه وانتم طيبين.